ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده موجوده في جامع الازهر. وهحكي لكم كل حاجه لو عايزين تقضوا يوم زيي او تروحوا تصلوا صلاه التراويح وتستمتعوا باليوم هناك. طبعا الجامع الازهر هقول لكم مين اللي بناه، وهل جامع الازهر الشريف كان شيعي، ولماذا اغلق صلاح الدين الازهر الشريف، ومين اللي اسس الجامع الازهر. هقول لكم كل حاجه، وهل المسجد الازهر فيه قبر ولا لا. طبعا زي ما احنا عارفين ان جامع الازهر موجود امام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. واقرب محطة مترو هي العتبة، وتنزل تاخد تنزل تاخد سوزوكي، وهتقول له الحسين هينزلك امام الجامع. طبعا الجامع مفتوح زي ما انتوا شايفين للمصريين. الجامع بيقدم كل يوم اكتر من 5000 وجبة للافطار للمغتربين. الجامع ليه 8 ابواب هقول لكم عليها في الفيديو. ودي الساحة، وهنلاقيها طبعا ممتلئة بالمصليين. طبعا لو عايز تحس بأجواء رمضان وتصلي التراويح، موجود جامع الأزهر، موجود الحسين، وتتمشى في خان الخليلي والخيامية. هتلاقي هناك أجواء جميلة جدا ما شفتهاش ولا هتشوفها ولا هتحس بيها غير هنا في مصر وسط المصريين. طبعا ما ننساش ان احنا بعد ما نصلي التراويح ممكن نتمشى قلتلكوا شارع المعز ونتسحر هناك. هنلاقي اماكن كتير قوي للسحور، وهنلاقي كافيهات كتيره زي كافيه ابو العربي وزي عربيات الفول اللي طبعا على قد الايد وفي متناول الجميع. هنلاقي مطاعم كتيره موجوده بجوار الحسين. طبعا هنا البنات كانوا بيتصوروا. اللي بنى بقى المسجد جامع الازهر هو جوهر الصقلي، قائد المعز لدين الله الفاطمي سنه 970. واتقام فيه أول صلاة جمعة سنة 972. والجامع مساحته 12,000 متر مربع. والجامع قلتلكم ليه 8 أبواب: باب المزينين، والباب العباسي اللي أنشأته وزارة الأوقاف في عهد عباس حلمي الثاني، وباب المغاربة، وباب الشوم، وباب الصعايدة، وباب الجوهرية. الجانب الشرقي طبعا في باب الحرمين وباب الشواربة. تعالوا أقول لكم بقى على أجمل ما قيل عن جامع الأزهر. ليس على وجه الأرض بقعة جمعت من علماء الأرض وصلائحه والجهد في طلب العلم وتعلمه وتعليمه. بمعنى ايه؟ ان الجامع الأزهر بيقدم ندوات طبعا ودروس قرآن والرواق طبعا نقدر نقدم فيه. طبعا الجامع الأزهر زي ما قلت لكم يعتبر أهم وأشهر المساجد الأثرية في مصر، وواحد من أهم المعالم لنشر وتعليم الإسلام. طبعا احنا نقدر نروح هناك ونستمتع باليوم، ونقدر ناخد الفطار بتاعنا والعصير ونفطر هناك، ونصلي صلاة التراويح ونصلي التهجد. طبعا الأجواء هناك قلت لكم جميلة جدا. أتمنى لكم قضاء يوم جميل وممتع. وهنا كنا خلاص بقى خلصنا صلاة التراويح، وقلت بقى انزل اتمشى في خان الخليلي كده واصور لكم الاجواء هناك عامله ايه. ونتسحر كمان في شارع المعز، بس للاسف ما صورتش السحور او اجواء السحور. حبيت كده اخد لكم جوله بسيطه وخفيفه على قلوبكم في خان الخليلي. قد ايه الاجواء هناك كانت جميله، وعاملين تخت شرقي وعاملين مهرجانات. طبعا مش هتحسوا بالاجواء دي غير في الاماكن الاثريه دي. طبعا اليوم هناك كان جميل جدا وتقدروا تستمتعوا بيه. وكل سنه وانتم طيبين، ولسه رمضان مكمل معانا. احنا النهارده 15 رمضان. وياريت لو وصلتوا لغايه هنا لايك واشتراك وكومنت كتير. كومنتاتكم حقيقي بتفرحني.